أول سنة لمحمود في الكلية دخل في دماغه التعليم والتفوق والمراكز، بس جت قرعته في مجموعة مفيش في دماغها الكلام ده خالص، ولا عمرهم فكروا في محاضرة ولا عن سيكشن. كل كلامهم عن البنات وازاي يشقطوا البنت ويتراهنوا على البنت الفلانية، ازاي يجيبوها من الفيس للخاص وبعدين يجيبوا منها رسائل وصور. اللي يكسب الرهان بيعزموه على الغدا واللي بيخسر بيعزمه هو على الغدا. محمود استغرب أول ما سمع الكلام ده، لا كلام جديد عليه. بدأ الأول يستغرب ويندهش، وبعدين بدأ يتعود على كلامهم وعلى نكاتهم والرهانات بتاعتهم واللي كسب واللي خسر، بس كان في معظم الحاجات هم بيكسبوا. وجي في يوم اتراهنوا على بنت هو عارفها في الكلية محجبة وجميلة ومؤدبة، عمرها ما كلمت شاب ولا كانت في حتة غير في محاضرة أو في المكتبة. فجي هو دخل في الكلام وقال لهم لا بقى إلا دي، البنت ديت لا يمكن حد فيكم نوقعها في المصيادة. قالوا ليه؟ قال له انا اعرفها من ساعه ما دخلت الكليه، لا عمرها شفتها غلطت مع واحد ولا كلمت مع شاب بطريقه غير لائقه، فانا بقول لكم دي انا بقى اللي براهن عليها. اتحمس الشباب وقالوا له طيب احنا بقى هنوريك خلال اسبوع ولا 2 دي زيها زي غيرها. قال لهم ماشي. بعد اسبوعين ومحمود كله ثقه ان هم هيخسروا، بص لقى واحد فيهم بيقول لهم ايه، مين اللي عزمني على الغدا؟ محمود استغرب، قال له على ايه؟ قال مش احنا كنا متفقين على رهان؟ قال له انا عارف ان الرهان ده انا اللي كسبان فيه. قال له طيب اتفضل. راح مطلع سكرين شوت لرسائل من البنت ومنها كلمات عبارات حب وحتى صورة فيديو ليها وفيديوهات ليها وهي بصورة هدومها البيتي وشعرها في البيت والوضع بتاعها وهي في اوضتها. محمود استغرب، معقولة البنت دي لا يمكن أنا أتصور إنها تعمل حاجة زي كده وبالسرعة دي بتثق في واحد وتفتح له فيديو وتظهر قدامه بهدومها وتتكلم وتقول الكلام ده وتكتبه كمان بإيديها. محمود استغرب وبدأ يفقد الثقة في البنات واحدة واحدة، لا بقت فارقة معاه المحجبة ولا غير المحجبة. خلص السنين كلها وهو شايف صحابه بيعملوا رهانات ويكسبوا في معظمها، وكل ما واحد يكسب رهان محمود يفقد الثقة في البنات أكتر وأكتر، لغاية ما اتخرج وبدأ حياته العملية وبدأ يفكر إن هو يعيش حياته، بس هيفكر في مين؟ ده كل البنات في نظره بالمنظر اللي هو شافه، بيظهروا حاجة وفي الخاص بيطلعوا بحاجة تانية خالص، كلام حب وصور ملهاش لازمة مع شباب ما يعرفهمش. وفي يوم أهله اتصلوا عليه، إحنا جبنا لك بنت من الأرياف من عندنا، تربية رجالة، لها أب راجل محترم ولها إخوات صبيان مربينها كويس جدا وحارسين عليها وأخلاقها كلنا عارفينها. البنت مفيش أي حاجة تعبها، جمال وأخلاق وتعليم. محمود حجب أبو الوصفات دي، وأهم حاجة إن هي تربية رجالة وأبوها محافظ عليها وأخواتها الصبيان. اتقابلوا، عملوا مقابلة وعجبوا بعض وتم النصيب ودخلت بيته، وبقى محمود سعيد بيها لأنها فيها فعلا المواصفات اللي بيتمناها، الجمال والأخلاق وكل حاجة حلوة. بس محمود جه في يوم وفكر إن هو يعمل لها اختبار اللي كان بيعمله البنات زمان في الجامعة. محمود عمل حساب على الفيس باسم شاب غريب وحط عليه صورة شاب غريب فعلا، وبعت لمراته طلب صداقة. مراته رفضت طلب الصداقة وكل ما بعته بترفض وهو بيبقى سعيد جدا. وفي يوم فكر إن هو يحط لها حاجة تلفت نظرها ويحط صورة من صورها على صفحته. هي لفت نظرها فعلا لصفحة الولد اللي حط صورتها، وبدأت تبعت له رسائل وتقول له جبت الصور دي منين. مرة في مرة اتعرفوا على بعض وكلمها على إنه هو واحد لسه متخرج وإنه هو كذا وكذا وكذا، وهي بدأت تكلمه عن حياته وإنها متجوزة وإنها إنسان معاها كويس بس مش دي المواصفات اللي هي كانت بتتمناها. وبدأت مرة تمدح ومرة تذم عن الزوج اللي هو عايشة معاه، وطبعا اللي بيكلمه ده جوزها وهي ما تعرفش. محمود مصدوم بس مستمر في التمثيلية ومستمتع باللي بيحصل دوت كأنه فيلم بالظبط وهو عايشه. وفي يوم قال لها إنه عايز يقابلها. محمود كان يتمنى إنها ترفض ولكن للأسف وافقت واتفق على الميعاد اللي هتقابله فيه. وفي اليوم ده محمود كان في البيت وقاعد مستني يشوفها تعمل إيه، لقاها اتزوقت وخارجية تخرج. قالت له ده أنا رايحة أقابل واحدة صاحبتي أنا أعرفها. قالت له لا ما تعرفهاش. قال لها على العموم ما تتأخريش أنا موجود هنا ومنتظرك. نزلت طبعا، غابت شوية بسيطة لأنها طبعا ما لقتش الشاب اللي هي راحت تقابله، ورجعت البيت بس كان محمود منتظرها ومستعد ليها.
بقول لها الحمد لله على السلامة يا مدام. استغربت وقالت له في حاجة؟ قال لها قابلتي اللي انت كنت رايحة تقابليها؟ قالت له ايوه لسه جاية من عندها. فراح مطلع الموبايل وقال لها هي دي اللي انت كنت رايحة تقابليها. البنت لقت الكلمات اللي هي كانت بينها وبين الشاب الغريب والرسائل اللي كانت بتبعتها له، انصدمت وبكت وانكسرت وعينيها في الارض مش لاقي حاجة تقولها. قال لها يعني الحاجات دي لما بعتها لاخواتك ولابوك هيعملوا فيكي ايه؟ البنت اتحايلت عليه وقالت له عمري ما هعملها تاني، انا اول مره اغلط في حياتي وعمري كنت اتصور ان انا اتحط في الموقف دوت. ارجوك سامحني، انا مش هعمل كده تاني، ما تكلمش اهلي، ما تقولش حاجه لاخواتي يذبحوني ارجوك. انكسرت البنت كسرت عمرها، ومن ساعه ما انكسرت قدامه واتغيرت الحياه بينهم تماما. بقى بيعاملها اسوأ معامله، كل ما تمسك موبايل يقول لها ها بتكلمي مين المره دي، ولما تيجي تعلي صوتها يقول لها وبعدين، يفكرها بغلطتها. ومن ساعتها أصبحت في الآلة في البيت بتقول حاضر ونعم، لا بتقول حاجة ولا بتشاور في حاجة، زيها زي أي عيل في البيت. الحياة بينهم أصبحت مملة وملهاش ريحة الطعم. بقول كنت سعيد أول جوازي، والفترة الأخيرة دي أنا ندمان إن أنا أعيشها، بس مش قادر أغير ولا قادر أقول لها المقلب اللي أنا عملته فيها، ولا قادر أكمل في اللي أنا فيه. محدش يعمل اللي أنا عملته لأن أنا مش سعيد.